حابه ان جنينك ينمو بشكل صحي وسليم ولا تاذيه وتكوني انت السبب؟ عارفه ان في 10 خطوات بس لو انت عملتيهم هتجيبي طفل ان شاء الله ان شاء الله نموه سليم وعظمه كويس وكمان طفل ذكي. وهقول لك برده 10 خطوات نتجنبهم عشان ما يحصلوش بعد الشر تشوهات. اول حاجه عايزاكي تهتمي جدا باكلها هو الخضار، بالذات الورقيات اللي هو زي الخس وزي الجرجير وزي السبانخ. الخس مليان مرطبات، هتاكليه هيفرق معاكي جدا في جسمك، هيفرق معاكي في ان جسمك هيكون فيه كأن انت دخلتي له كميه سوائل كبيره جدا، وغير طبعا عشان هو مليان الياف. والجرجير مليان حديد، هيفرق معاكي جدا، انت في الحمل محتاجه جدا جدا الحديد. والسبانخ برضو فيها عنصر الحديد بنسبه كبيره جدا، وكل الحاجات دي بتفرق قوي في وزن البيبي، هتزود وزن البيبي. تاني حاجه عايزاكي تهتمي باكلها هي الفاكهه، وركزي اكتر مع الفاكهه اللي فيها فيتامين سي، اللي هو مثلا البرتقال او اليوستفندي او الجوافه او الكيوي. شوفي الفاكهه اللي انت بتحبيها منهم وركزي معاها اكتر، او الفاكهه اللي ده وقتها. ليه؟ طيب فيتامين سي انت محتاجه جدا في الوقت ده ان مناعتك تكون قويه، يعني مش عايزين اي فيروس او اي حاجه تدخل جسمك، لان اي حاجه بتدخل جسمك بتوصل للبيبي. فانت هتركزي قوي مع الفواكه اللي فيها حاجات بتعزز المناعه، اللي هو زي ما قلنا البرتقال، الاستفندي، الجوافه، الكيوي. هتخليكي ان انت اي فيروس بعد الشر يدخل جسمك مناعتك هتقدر تقاومه، فبالتالي مش هتوصل للبيبي. ثالث حاجه عايزاكي تهتمي باكلها هي اللحم، بس بشرط تكون لحمه حمراء مش اللي هي مليانه دهون. هتاكلي اللحمه دي هتلاقي ان انت خدتي بجسمك كميه بروتين محترمه جدا، والبروتين ده يعني عنصر مهم جدا جدا في الحمل. ده غير ان هي برده فيها حديد، وغير ان هي فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده يعني مهم جدا برده في الحمل. في بعض الحالات بيحتاجوا ان هم يدخلوهم على هيئه حقن، لان الحمل بيسبب شويه مشاكل في الاعصاب. انت تقدري تدخلي ده لجسمك عن طريق اللحمه الحمراء. يعني احنا كده خدنا من اللحمه 3 عناصر مهمين: بروتين، حديد، فيتامين بي 12، ودول مهمين جدا جدا في تكوين البيبي. رابع حاجه بقى عايزاكي تهتمي بيها قوي، تاكليها على الاقل مره او مرتين في الاسبوع، هي السمك. بصي السمك ده يعني عنصر مهم قوي، مليان دهون صحيه، وغير ان هو طبعا مليان بالاوميجا 3. فالاوميجا 3 ده يعني هو بيشتغل على ان المخ بتاع الطفل ينمو بشكل كويس ويحصل له تطور بشكل سريع. فانت لما تدخلي جسمك السمك مره او مرتين في الاسبوع انت كده فعلا بتخدمي جنينك قوي. يعني لما تاكلي في الاسبوع مره او مرتين سمك انت دخلتي لجسمك عنصرين محتاجهم: دهون صحيه واوميجا 3. خامس حاجه بقى هي، بصوا هي حاجه صغيره قد كده بس مليانه فوائد، وهي ايه بقى؟ البنجر مليان حديد، حرفيا بجد زي ما بيتقال قنبله حديد بجد. بصي هي ثمره صغيره، نص ثمره منها على طبق السلطه بتاعك كل يوم. انت مش هتبقي من الحوامل اللي هم بيجوا من بدايه من الشهر السابع للتاسع بيعلقوا حديد، لا انت هتبقي انقذتي نفسك من موضوع تعليق الحديد ده. هتاخدي بس نص ثمره على طبق السلطه بتاعك. طيب انا دلوقتي مش حابه اكلها مع السلطه، مش حابه طعمها مع السلطه، ممكن تعمليها مع عصير، دخليها بقى في عصير فراوله، مع عصير برتقال، دخليها في اي عصير، هتاخدي فايدتها. هتلاقي ان انت جسمك الحمد لله نسبه الحديد فيه اتظبطت جدا، وفي نفس الوقت انت دخلتي فايده كبيره جدا للبيبي. بس زي ما هي مفيده في مشكله فيها صغيره، ان هي بتوطي الضغط وبتعلي السكر. بس زي ما هي مفيده فيها مشكله صغيره جدا، بس المشكله دي مع مرضى السكر بس ومرضى الضغط الواطي، لان هي بترفع السكر في الدم وبتوطي الضغط. بس معنى كده ان الحوامل اللي هم عندهم سكر او مرضى ضغط واطي يمتنعوا عن اكلها تماما؟ لا، انت ممكن تاكليها بس بكميه قليله. يعني ممكن تاكلي ربع ثمره بس على طبق السلطه، ربع ثمره تدخليها مع العصير، تقدري تاكليه عادي بس ما تكتريش. سادس حاجه بقى وهي البيض ده انت محتاجاه جدا، محتاجاه جدا جدا. اولا انت في الحمل البيبي بياخد من الكالسيوم الموجود في جسمك. طب انا دلوقتي مش عايزه اجي في الحمل الاقي ضوافري بتتكسر، الاقي عظمي بيوجعني، الاقي اسناني بتوجعني. طب هنعمل ايه؟ هتدخلي لجسمك بيض كل يوم. منها انت بتخلي البيبي العظم بتاعه ينمو بشكل كويس عشان انت مدخله له عنصر الكالسيوم بشكل يومي، ومنها انت كمان بتحافظي على نفسك ان انت بعد ما تولدي تبداي تشتكي من سنانك، وتبداي تشتكي من عظمك، وتبداي تشتكي ان ضوافرك بتتكسر. فتخيلي ان بضايه واحده كل يوم حافظ على جسمك من كل المشاكل دي. سابع حاجه بقى وهي المكسرات برضو بروتين وفيها دهون صحيه، فيها اوميجا 3. احنا اتفقنا ان احنا محتاجين كل العناصر دي. طيب البروتين انت محتاجاه جدا، وطفلك برضو محتاجه جدا. الاوميجا 3 هتخلي البيبي بتاعك مخه ينشط بشكل كويس جدا وينمو بشكل كويس جدا، وبرده هتديكي طاقه. يعني انت هتلاقي نفسك ان انت مع الحمل عندك زي هزلان كده، او انت ما عندكيش طاقه لاي حاجه، وهي مشبعه. يعني هي هتلاقيها ان هي بتشبعك، وفي نفس الوقت سعراتها مش عاليه، يعني مش هتسبب لك اي سمنه او اي مشكله، وفي نفس الوقت هي بتفيدك وبتفيد البيبي. تامن حاجه بقى وهو اللبن بمنتجاته. بس احنا اتفقنا ان اللبن يكون مبستر، واتفقنا برده ان منتجاته دي مش نقول
نقول ان احنا هناكل جبنه قريش، لا، احنا عايزين حاجه مضمونه، حاجه ما فيهاش بكتيريا، حاجه ما تسبب لناش مشاكل، وحاجه في نفس الوقت تفيدنا. طب اللبن ده اهم عنصر طبعا بيدخله لجسمنا ايه؟ هو الكالسيوم. احنا لسه قايلين ان انت محتاجه كل ذره كالسيوم تدخل جسمك. هتلاقي نفسك ان انت لو التزمتي بكوبايه لبن يوميه هتلاقي ان انت بعد الولاده ان شاء الله ما بتشتكيش من مشاكل العظم ولا الاسنان ولا الكلام ده كله. تاسع حاجه معانا وهي الحبوب الكامله. الحبوب الكامله دي زي ايه مثلا؟ زي القمح، زي الشوفان. طب احنا ليه محتاجين الحبوب الكامله؟ عشان فيها الياف، جسمك برضو محتاج الالياف. طب ليه الالياف مهمه في الحمل؟ الالياف مهمه عشان خاطر هتمنع لك الامساك وهتقلل من خطر البواسير، مفيده جدا جدا للقلب، وغير انها كمان هتساعدك في التحكم في وزنك. 10 حاجه معانا بقى وهي الزبادي. طب ليه الزبادي مهمه؟ الزبادي اولا فيها كالسيوم، تاني حاجه فيها بكتيريا نافعه. ما انا لو انا دخل دلوقتي جسمي بكتيريا ضاره، الزبادي لو انت بتاكليها وملتزمه على اكلها هتلاقي ان البكتيريا النافعه مع البكتيريا الضاره اللي دخلت جسمك حصل بينهم توازن، مفيش حاجه جسمك اتاثر فيها بسبب البكتيريا الضاره اللي وصلت له. ده غير انها طبعا مصدر مهم جدا للبروتين، وغير انها بتحسن الهضم، بتساعد في تظبيط الضغط، وكمان بتقوي المناعه. طيب نتكلم بقى عن ال10 حاجات اللي لو عملناهم هنأذي البيبي وهنسبب له تشوهات. طيب زي ما اتكلمنا عن الحاجات اللي تفيد البيبي وتخليه ينمو بشكل كويس، خليني اقول لكم ايه هي ال10 حاجات اللي بتسبب تشوهات للبيبي بعد الشر عنه. اول حاجه معانا في ال10 حاجات دي هي السمك الني. طيب السمك الني ده يعني ايه؟ يعني مثلا السوشي او الرنجه او الفسيخ، كل الحاجات دي ممنوعه منعا باتا نهائي في الحمل، وده لانها بتسبب مشاكل كبيره جدا زي تسمم الحمل بعد الشر، وبرده بتسبب ضعف في نمو البيبي، وفي بعض الحالات بتسبب لهم اجهاض، وفي بعض الحالات بتسبب لهم ولاده مبكره. ده غير انها بتاثر على مناعه جسمك انت، وبتاثر كمان على مخ البيبي، وكمان بتاثر تاثير كبير جدا على جهازه العصبي. تاني حاجه معانا الدهون الموجوده في اللحم. احنا قلنا ان اللحمه تكون معانا، بس اللحمه الحمراء الدهون بقى بتاعتها هتسبب ايه؟ تسبب لنا مشاكل كبيره جدا. زي ايه؟ بتسبب مشاكل في تدفق الدم، واحنا محتاجين ان الدم يكون ماشي عندنا بشكل كويس، لان لو حصل مشاكل في تدفق الدم اللي هيوصل للبيبي هيبقى ضعيف، يعني الغذاء كمان اللي هيبقى واصل له هيبقى ضعيف. ده غير انها بترفع الكوليسترول، ومعنى ان الكوليسترول ارتفع في الجسم يعني في زياده وزن. ده غير انها بتسبب ساعات في بعض الحالات لسكر حمل، وغير كمان انها سبب في ارتفاع ضغط الدم، وضغط الدم احنا اتكلمنا برده في فيديو قبل كده عن مشاكله في الحمل، وكمان بتسبب اضطرابات في الهضم. ثالث حاجه معانا هي الكافيين. احنا قلنا ان الكافيين مسموح بس بكميات قليله جدا. طيب انت لو زودتي في الكافيين ايه اللي هيحصل؟ البيبي بتاعك وزنه مش هينمو بشكل كويس، هتلاحظي ان في كل مره في المتابعه وزن البيبي بيكون ضعيف. ده غير انها بتسرع ضربات قلب، والمشاكل اللي هتسببها لك انت هتزود معاكي الحموضه. انت كده في الحمل نسبه الحموضه عندك موجوده بنسبه عاليه. طيب انت لو زودتي في الكافيين هتلاقي ان هو زود معاكي الحموضه، وزود معاكي قرح المعده، سبب لك كمان ارق. وغير ان بعض الحوامل بعد الشر عنكم يا رب بيسبب لهم جفاف، وفي بعض الحوامل بعد الشر عنكم يا رب بيسبب معاهم جفاف. رابع حاجه معانا هي العيش المعمول من الدقيق الابيض، وده لان هو مليان سعرات حراريه عاليه جدا، يعني انت دخلتي لجسمك حاجه هتزود وزنك ومليانه سعرات حراريه عاليه بس، ولا فادتك ولا فادت البيبي. ده غير انه بيرفع السكر في الدم، وغير ان هو كمان بيسبب امساك، وغير ان هو هيتهضم بسرعه، هيخليكي تحسي بالجوع بسرعه. فنحاول ان احنا نقلل من دخول العيش المعمول من الدقيق الابيض ونستبدله بالعيش المعمول من الرد. خامس حاجه معانا وهي الملح، بس مش نمنعه خالص، لا، احنا هنحط ملح عادي في اكلنا بس بنسب معينه او بنسب قليله، وده لان زياده الملح في الجسم هتسبب ارتفاع ضغط الدم، واحنا مش عايزين برضو ان الضغط يعلى، وده لان احنا اتفقنا ان الضغط لما بيعلى بعد الشر بيسبب تسمم حمل. ده غير ان الملح الزياده بيسبب احتباس للسوائل في الجسم، وده هيخلي ان الكلى تشتغل بشكل اسرع او بشكل ازيد، فده هيسبب اجهاد كبير جدا على الكلى. غير ان هو هتلاقيه بيزود معاكي الورم اللي زايد على ايديكي وعلى رجلك. انت في الحمل هتلاقي ايدك ورمت شويه ورجلك ورمت شويه، لو زودتي من الاملاح وزودتي من الحوادق هتلاقي ان الورم ده بيزيد معاكي. فنحاول ان احنا نحط ملح في الاكل بس باعتدال. سادس حاجه معانا وهي اكل الشارع. اكل الشارع مليان بكتيريا، انت مش ضامنه هم غسلوا الحاجات اللي بيقدموها لك ولا لا، اصلا اللي واقف بيعمل الاكل ده ايده نظيفه ولا لا. فكل الحاجات دي هتخليكي معرضه ان انت يتنقل لك بعد الشر عدوى. هو انت العدوى لما تصيب جسمك هتصيبك لوحدك؟ لا طبعا، اي عدوى هتدخل جسمك هتصيب الجنين معاكي. ده غير طبعا ان هو مليان دهون مهدرجه، وغير ان هو معظم المطاعم بتشتغل بزيوت معاد استخدامها، وغير طبعا ان هم بيبقوا مالين الاكل توابل، وانت اصلا معدتك تعباكي، فهتلاقي ان هو زود معاكي الحموضه، زود معاكي قرح المعده. طبعا احنا كل الحاجات دي بنحاول ان احنا نتفاداها. رابع حاجه معانا هي مفاجاه. تخيلي ان الروج اللي انت بتحطيه في الحمل غلط
طب ليه الروج غلط؟ الروج بيدخل له في تكوينه عنصر اسمه الرصاص، الرصاص ده بيترسب في العظم، ما بيخرجش من الجسم بسهوله. انت وانتي بتاكلي وارد جدا ان جزء من الروج ده يوصل مع اكلك، واكلك هيوصل للبيبي. طب الرصاص ده ممكن يسبب ايه؟ بيسبب وبقوه جدا تاخر في نمو البيبي. تعمل حاجه معانا وهي السكر، وده طبعا من اشهر اضراره ان هو بيسبب ارتفاع السكر في الدم. ده غير ان هو بيخلي جسمك معرض اكتر للالتهابات، كمان بيسبب تسوس في الاسنان وبيقلل المناعه معانا. ده غير ان هو طبعا هيزود وزنك بطريقه سريعه جدا. مش هنمنع عنك السكر طبعا عشان انت حامل، يعني هنكتفي ان انت تحطي مثلا معلقه سكر في المشروب بتاعك واستكفي بكده. تاسع حاجه معانا اللي هي المكرونه سريعه التحضير، اللي هي المقصود بيها الاندومي، وده لانها بتحتوي على سعرات حراريه عاليه جدا ومش هتفيد جسمك وبرده مش هتفيد البيبي، وده لانها مليانه دهون مهدرجه، والدهون دي هترهق جدا الكلى والكبد، وغير انها هتزود معانا الكوليسترول، وكمان لانها بتكون حادقه شويه فهترفع معاكي ضغط الدم، غير ان كمان بتزود الورم برده اللي هو بيبقى في الايد وفي الرجل، علشان هي بتكون حادقه نسبه الملح فيها عاليه فهتزود معاكي الورم في ايدك وفي رجلك. ده غير طبعا اسوأ حاجه فيها ان هي مليانه مواد حافظه. 10 حاجه معانا اللحوم المصنعه، اللي هي قلنا زي ايه؟ زي البسطرمه، زي الهوت دوج، زي السوسيس، زي البرجر، زي اللانشون، وده لانهم بيحتووا على نسبه كبيره جدا من البكتيريا، والبكتيريا دي طبعا هتخلي الطفل معرض بنسبه كبيره قوي للتشوهات. هنحاول ان احنا نتفادى تماما طول فتره الحمل اي لحوم مصنعه. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. لو استفدتي من الفيديو حابه غيرك يستفاد منه، شاركي الفيديو معايا وما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتات.